حياكم الله واهلا وسهلا بكم بهذا الموضوع اللي هو هذا الكارت اللي يستخدم للشحن للخلايا الليثيوم. هاي البطاريات اللي احنا شارحين وموضحين اكثر من فيديو كيفية الربط التوالي والتوازي، وش نستفاد من الربط حتى تخرج لنا ال 12 فولت. احنا الموضوع اللي عندنا هو هذا الكارت اللي هنا موضح لي 20 امبير، الفولتية 12 والتقسيم مالته هنا 0، هذا 0 فولت، هنا 4 وهنا 8 وهنا 12. هذا يكون واضح أكثر بهاي الطريقة. هنا نوضح السبب اللي احترق به هذا الكارت أو البي ام اس، اللي هاي الموسفتات الأربعة اللي تلفن صار بيهن احتراق. هو الحمل العالي، خلينا هاي البطاريات اللي جايبينها بهذا الكفر، هاي البطاريات اللي جايبينها 4 فولت 4 فولت وهاي 4 فولت. هنا على الأربع بطاريات توازي، وهنا أيضا 4 بطاريات توازي، وهنا 4 بطاريات توازي. الربط مالتهن ثلاثتين راح يكون على التوالي، راح يصبح عندنا 12 فولت. احنا جامعين 4، هسه تقول لي ليش هنا جامع الأربعة أو أكثر؟ خليهن هنا ما يتحمل الكارت 4 بطاريات فقط، 4 بطاريات أو بطاريات 2 أو تقدر تخلي 3 أو بطارية واحدة. هذا الكارت الأكبر من عنده لا نخلي 6 أو 7 أو 8 فقط، اللي هو يكون 40. نوضحها هنا بالفيديو، على الفيديو نوضحها 40 أمبير. هذا البطارية احنا اللي سببت بالتلف مالتها هي الصرفية الزايدة أو الحمل الزايد بتشغيل محركات ذات سحب أمبيرية قوية. هسه اللي راح نعرض مثل هذا المحرك العملاق 12 فولت، لكن السحب مالته يريد أمبيرية عالية، أمبيرية أكثر من هذا الكارت أو من هاي البطاريات، حتى يشتغل وقت أطول ويشتغل براحته. هذا المحرك العملاق اللي هو فان تبريد السيارات. المحرك الثاني اللي نعرضه، هذا المحرك الثاني أيضا هو فان التبريد للسيارات اليابانية. احنا هنا رابطين عليه هاي الفان أو المروحة، الريشة اللي تستخدم بالمراوح الرادياترات، رادياتر التبريد للسيارات. الاستخدام هذا الحجم يكون ليدات فقط، مثل هاي الليدات أو هاي المصابيح اللي تعمل بنظام 12 فولت أمبيرية جدا قليلة، حتى تحافظ على هذا الكارت المخصص للشحن وتنظيم الشحن وحماية أيضا للبطاريات. احنا هنا البطاريات قسناهن الفولت جيد، وما بي أي انخفاض الفولت لمدة أطول، وما بيهن أي مشكلة، لكن تكون هنا المشكلة بهذا الكارت. وشكرا لكم وحياكم الله وأهلا وسهلا بكم.